واش الدبلوم ما بقاتش عنده حتى شي قيمة في المغرب؟ الموضوع اللي كيضرب في الأعصاب وفيه نقاش كبير. اليوم بغيت نسول سؤال بصراحة: واش الدبلوم فعلا ما بقاتش عنده حتى شي قيمة في المغرب؟ واش الإجازة ما بقاتش عندها حتى شي قيمة في المغرب؟ حيت بزاف ديال الشباب قراو وتعذبوا وضربوا تمارة وخداو الإجازة ولا الماستر ولا الدبلومات ديالهم، وفي الأخير لقاو راسهم حايرين. كتسمعهم كيقولوا القراية ما عندها حتى فايدة، وشي واحد آخر كيقول المهم غير تكون عندك معارف. يعني بكل زعما، يعني بكل خلاصة إلا كانوا عندك معارف راه غدير، يعني غدير بلاصتك وغتخدم مزيان. يعني بغض النظر على الدبلوم واش عندك ولا ما عندكش، واش ليسانس عندك ولا ما عندكش، واش الماستر كاين ولا ما كاينش. ولكن خلينا نكون واقعيين عاوتاني، غادي نرجعوا نصححوا المغالطة. المشكل ماشي في الدبلوم بوحدو، المشكل في واحد الفكرة اللي تربينا عليها. ها انت شوف معايا، قرا مزيان اش كتساوي؟ غادي تنجح. يعني اوتوماتيكيا هادشي تربينا عليه وقريناه. الا قريتي مزيان غادي تنجح، الا ما قريتيش مزيان ما غاديش تنجح، ياك؟ ولكن راه الواقع تبدل. اليوم السوق كيقلب على المهارة والتجربة والقدرة على انك تكون قادر تحل مشاكل، والشخصية ديالك كتلعب دور. الدبلوم كيبقى اساسي، ولكن راه ماشي ضمانة، ما كيضمنش لك انك غتخدم. السوفت سكيلز ديالك كيضمنوا ليك الخدمة اكثر من الدبلوم ديالك. الا عندك دبلوم وما طورتيش راسك غادي تبقى واقف. بخلاصة وبكل احترام، وإلا ما عندكش دبلوم ولكن عندك مهارة قوية وانضباط، عندك ديسيبلين صحيح يا عم، تقدر تمشي بعيد. بزاف تاع الناس قراو غير في فلور بي بي تي، خدموا في مناصب كبيرة برات البلاد وفي البلاد. القراية مهمة وغتبقى ديما مهمة، ولكن خص تكملها بعقلية النمو اللي ديما غادي نقول لك سطر عليها بستيلو خضر وستيلو احمر وزيد عليه ستيلو زرق. ما تبقاش غير كتسنى الوظيفة، خدم على راسك حتى تولي انت فرصة، تكري فرصة لراسك وتكري فرصة للآخرين. الدبلوم ماشي نهاية ديال الطريق، في آخر المطاف مجرد بداية. كيحل لك شي آفاق باش تقدر انك يعني تمشي تدوز مقابلة باش تخدم. ولكن المهارات ديالك والمهارات الناعمة ديالك والامور اللي كتكون كتعلمها خصوصا في الباراسكولير اللي كيحقرها شحال من واحد، ملي كتكون كتقرا سواء في الابتدائي في الاعدادي في الثانوي او حتى في التعليم العالي في بعض الجامعات، بزاف تاع الدراري ما كيبغيوش يشاركوا في الانشطه تاع لي كلوب. كمثال الانشطه اللي كتخليك انك تكتسب السوفت سكيلز بكل قوه: البابليك سبيكين، اللغه باتقان. بزاف تاع الناس اكتسبوها من الكلابس، بزاف تاع الناس اكتسبوها من الجمعيات. مهارات ديال الكومينيكاسيون كاين اللي كيحسبوا غير لغه، الكومينيكاسيون ماشي مجرد لغه. المهارات ديال الاقناع والابداع، المهارات ديال التفكير النقدي، المهارات ديال التحليل، المهارات ديال التفاوض. هادشي كامل ما كتعلموش ليك المدرسة التقليدية ما كتعلموش ليك. والا ما انت الا بغيتي انك تعلمه غادي تعلمه. انا نعطيكم واحد الكورس اللي واعره بزاف كاينه في ماستر كلاس. شوف، انا ما كنديرش ليها اشهار، وانما هذا الكورس انا كانت نفعتني ونفعت بزاف ديال الناس. تقدروا تشريوها ولا تقدروا تشوفوا كيفاش تلقاوها، ما كنروش.
تاع واحد خونا سميتو كريس فوس. كريس فوس هو واحد خونا كان نيغوشيتر في الاف بي اي. كان من دوك الناس اللي كيديروا التفاوضات مع المجرمين. الا كان شي مجرم شاد شي حد في شي قنطره هنا، او لا دخل شي بنكه وشاد رهائن الى غير ذلك، كيجيبوا واحد المحقق ولا واحد نيغوشيتر اللي كيتفاوض مع داك المجرم باش يقدر انه يوصل معاه لواحد الحل وسط. هاد كريس بوس كيعطيك الكيز او المفاتيح ديال التفاوض، كيفاش ممكن تربح التفاوضات ديالك. كيقول لك كريس بوس في البدايه ديال السيري ديالو باللي حياتنا كاملها تفاوض. ملي كدوي مع صاحبك، ملي كدوي مع مول الحانوت باش تشري عنده، ملي كتمشي للمدرسه عند المعلم ولا البروف ديالك في الجامعه، ملي كتبغي دير اي حاجه كتختاروا انت وصاحبك واش تمشيو للبحر ولا تمشيو تلعبوا كره. كل شيء عباره عن تفاوض. كان عندك قوه التفاوض والقدره على الاقناع، غادي تمشي مزيان، غادي يكون عندك تاثير. ما كانش عندك، كن على يقين انك غادي تكون خاضع لبزاف ديال القرارات غادي يتخاذوا عليك في حياتك. ما نطولش عليكم. بكل اختصار وبكل خلاصه، اللي كيستمتع بالبودكاست ممكن انه يرجع يشوف لي بودكاست اللي قبل. كل موضوع كندوي عليه كندوي عليه بحب، و كيعجبني انني نوصل واحد الحاجه اللي كنحس بيها كتنفع. كنتمنى الا كنتي كتستمتع بالبودكاست تسنى البودكاست الجاي، وبارطاجي الفكره مع صحابك اللي كتشوف انهم غادي تنفعهم، وتعطيني الراي ديالك في التعاليق. وكيف كنقول ديما، دمتم في رعايه الله وحفظه. نشوفكم في ساعه الخير. دمتم سالمين.